واللي بيسوي بنفسه شيء الله لا يرده. احنا ما نطلع نتعاطف مع واحد علشان يجيك يطلع لك واحد ثاني يقول يلا فزعوا معي ولا بسوي بنفسي. يا حبيبي الله يرضى عليك، احنا ما نبرر ولا نقول الرجال ما غلط، ولكن بما انك مغترب وما عندك شغل يا اخي روح بلادك، بلادك تعزك يا اخي، روح بيعلك حتى بلس. انت من بدايه دخلتك غلط، تدخل ما عندك مهنه ولا تدخل لي على موقع ناس يستفيدون منك لايكات، هنا الغلط. تشوف نفسك في اليمن ما عندك مهنه بيدك توصل تشتغل، يا اخي خليك في بلادك، بيع لك طماط، بيع لك اي شيء في اليمن تشتغل، ما انت 100 جوع 30 مليون ما هم 200 جوع. وكذلك انت اللي في العزبه ما عندك شغل يا اخي روح، لا توقع لك اسره بكملها وتظلم نفسك بالدنيا وبالاخره. وين بتروح بعد ما تسوي هالسوا؟ جهنم خالدا فيها. ولا احنا نبرر، احنا الا من باب الاستعطاف نقول الله يرحمه، ان شاء الله الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته. يمكن الرجال مريض حاله نفسيه ولا شيء، ولا ما في اي مبرر في الكون ذا كله يخليك تسوي هالسوا. لذلك انتبهوا على انفسكم ولا يغلب عليكم الشيطان، تقربوا من الله. هذا السوا ما يسويه الا انسان مبتعد عن الله، مبتعد عن الصلوات، مبتعد عن الاذكار، مبتعد عن القران. لذلك لا توقع لك اسره بعدك، انت بتروح فيها يا اخي لا توقع لك اسره، اولاد بعدك وبعدك بعدك خوات بعدك عائله بكملها توقعهم بعدك طول الدهر موقوعين عليك، وانت خسرت نفسك في الدنيا وفي الاخره. لذلك يا اخي ما عندك شغل روح بلادك. كذلك انت في اليمن لا تدخل انت ما معك مهنه، هذه نصيحه لوجه الله. واللي بيسوي في نفسه شيء مثل ما نقول الله لا يرده، احنا ما جينا نحمي الناس، الله يدي لك عقل وانت انسان مسلم وتفكر وتعرف انه هذا الشيء حرام. واللي بيسوي بنفسه شيء الله لا يرده. احنا ما نطلع نتعاطف مع واحد علشان يجيك يطلع لك واحد ثاني يقول يلا فزعوا معي ولا بسوي بنفسي. يا اخي انت رجل اخرج اشتغل، ما قزت لك السعوديه روح بلادك عند امك وابوك. اذا ما انت بكف للسعوديه روح بلادك. احنا نتكلم عن هذا الرجال لانهم دخلوا لعبوا عليه، الرجال كان عايش على البساطه وانسان بسيط. اما غيره يجي الحين يطلع لي واحد يقول ساعدوني ما ساعدوني، يا اخي اشتغل على نفسك ولا روح بلادك. 30 مليون باليمن ما ياكلون تراب لهم ميتين جوع، بس يلعبون عليك انك ما راح تقدر تعيش باليمن. خذ لك عربيه وبيع لك بطاط، بيع لك بصل، بيع لك بلس، بيع لك اي شيء تعيش، دخل لك 15,000 في يوم روحك بين عائلتك. تحياتي لكم.